احنا فرحانين بحال جميع المغاربه الحمد لله، والحمد لله مثلنا الجماهير المغربيه احسن تمثيل والكره الوطنيه بالخصوص. وكنظن بان الحمد لله هذا العسكر مثل الحراس المغاربه كما سبقنا وشرفنا الحارس باد بزاكي في كاس العالم، فالحمد لله تحت الفرصه وكنتمنى بانني نكون شرفت الكره الوطنيه كما قلت لك، وخصوصا الحراس المغاربه. كما اللي كتشاهدوا المتتبعين ديال البطوله الوطنيه كنظن بان مع فريق الرجاء البيضاوي ما كنوصلوش خواري بزاف. فاليوم الفريق المكسيكي هو اللي اكد بان خالد عسكري حارس كبير، هو اللي خلاني ناكد اليوم بان الحمد لله وصلوا لي كواري بزاف، والحمد لله بانني قدرت نفضلهم تقريبا جل المحاولات. للطاقم التقني ولا اللاعبين اللي كانوا في الاحتياطيين كنشكرهم، قالوا لنا بان الفريق المكسيكي حس بالعياء، وهذه الفرصه ديالنا باش نختموا المقابله خلال شوط اضافيه. ما نتسناش ضربه الجزاء لان كتبقى ضربه حد فقط، فالحمد لله بالمسانده ما نكذبش عليك الجماهير المغربيه بصفه عامه اللي ساندتنا، ولا الجماهير الرجاء بصفه خاصه، ولا الدعوات ديال الجماهير المغربيه اللي في البيوت ديالهم ولا في المقاهي. فالحمد لله استطعنا باش نفوزوا في المقابله، وكنتمنى الحمد لله باش تكون الجماهير المغربيه بحالنا فرحانه، لان صراحه كنظن الجماهير المغربيه محتاجه لهذا الانتصار. مده كبيره هذه ما شفناش الكره المغربيه كتالق، فالحمد لله هذه فرصه لينا باش ناكدوا بان الكره المغربيه على خير ما يرام، والحمد لله على هذه النتيجه. باش ناكدوا بان فريق الرجاء البيضاوي فريق عالمي، فريق اللي في المستوى طاقم تقني مدرب جماهير. كنظن بان فريق الرجاء البيضاوي فريق عالمي، وصراحه فريق الرجاء ما كيخافش حتى من شي فرقه وكيحترم الفرق كامله، خصوصا الفريق البرازيلي اللي كيضم احد نجوم الكره العالميه رونالدينيو. فكنظن بان هذه فرصه لينا باش ناكدوا بان حتى فريق الرجاء البيضاوي فريق عالمي، والكره المغربيه حتى هي عندها لاعبين اللي في المستوى واللي يقدروا يمشوا بعيد كنت تحت لهم الفرص. نعم، اذا ومن العارين ومن شباك الرجاء فرحنا لهم ودخلنا السعاده في القلوب ديالهم، وكنشكرهم لان الصراحه ساندونا سواء في الفندق سواء في الملعب، وكنشكر وسائل الاعلام صراحه، وكنشكر جميع اللي ساندونا، وكنتمنى ان شاء الله باش يكملوا هذه المساندة ديالهم ان شاء الله، خصوصا في النهايه باش نحققوا الحلم ديالهم والحلم ديالنا حنا كلاعبين، ونوصلوا للنهايه ان شاء الله ونفرحوهم ان شاء الله. فاليوم غير يحضروا ان شاء الله الملعب ويساندونا، ونتمنى نكونوا تحت حسن